السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. في الفيديو اللي فات جبت لكم وانا قطعت البطاطس وما كنتش لسه سلقتها طبعا. الطيور عندي جعانة اهي. العلب بتاعتهم فاضية. دي انا بعلفهم للمرة التانية، يعني انا علفتهم الصبح ونفس البطاطس وهعلفهم دلوقتي. احنا دلوقتي قبل المغرب كده بساعة تقريبا. زي ما انتم شايفين الطيور جعانة حرفيا، خلصوا العلب بتاعتهم. دي بقية البطاطس لأن كنت سلقت قيمة كده 3-4 كيلو. وهبتدي طبعا شايفين زي الفل ومغسولة ونضيفة وزي الفل. هبتدي بقى ان انا احطها لهم وتشوفوا هم قد ايه حرفيا، عشان ما حدش يجي يقول لي ايه لا انت ما حطيتهاش للبط، لا انت لا هم مش هياكلوها. شايفين الطيور اهي واقفه ومستنيه الاكل. انا زي ما قلت لكم انا معوده الطيور عندي على شايفين اهو انا لسه ما حطيتش اصلا اي حاجه. هحط لهم كمان عليها شويه من السرس، او السرس ده انا مقلبه فيه تشيش لعلكم، او الربيع اهو زي ما انتم شايفين كده وبس. حرفيا انا مش هعمل حاجه غير كده، لان طبعا النشويات اصلا البطاطس اصلا نشويات وتقيله بتشبعهم. يعني مش مثلا زي العلف ده بياكلوا منه ياما على بال ما بيشبعوا، ولكن البطاطس بتشبعهم بسرعة جدا. بتقفل المعدة أصلا. طبعا إذا كنا احنا يا بني آدمين البطاطس بتقفل معدتنا أهو. هبتدي طبعا أنا بقلبهم كده. طبعا أحط لهم مية علشان البط أصلا لازم الأكل بتاعه يكون مبلول شوية. تمام أهو. هو أصلا زي ما انتم شايفين كده عايز ياكل. هكبلهم كده الميه اهو. مش عارفه تقريبا الميه اجت كتيره ولا ايه، بس مش مشكله هياكلوها برضه وهيبقوا زي الفل. شايفه البطه بتاكلها ازاي اهو. محدش بقى يقول لي اهو، محدش يقول لي ايه ده ومش عارف ايه، لا. الطيور عندي انا معوداها. في موسم البطاطا اسلق لهم بطاطا، في موسم البطاطس اسلق لهم بطاطس، اللي موجود بياكلوه. وفعلا بتجيب وزن كمان. غير ان هي بتجيب وزن، بتخلي الفص كده حمر وكمان حلو. شايفين؟ اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. استنونا في فيديو جديد ويوم جديد بإذن الله. وما تنسوش الاشتراك واللايك والكومنت حلو منكم. استودعكم الله في رعاية الله وحفظه جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.